السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. لو دي أول مرة تفكر تعمل فيها إعلان ممول على الفيسبوك، أو جربت قبل كده وخسرت فلوسك، أو حسيت إنك مش فاهم الدنيا ماشية إزاي، إن شاء الله في الفيديو ده مش هشرح لك خطوات بس، لا، أنا هفتح لك الباب في عالم الإعلانات المدفوعة على الفيسبوك، وهفهمك إزاي تحول كل جنيه بتدفعه لمكسب حقيقي. هتكلم معاك خطوة بخطوة ازاي تختار هدف الحملة بتاعتك، وازاي توصل للناس الصح من اول محاولة، وازاي تصمم اعلان يوقف الناس ويخليهم يتفاعلوا معاك، وازاي تطور الحملة بتاعتك. هشارك معاك ان شاء الله اسرار وتريكات من الشغل الحقيقي اللي محدش بيقولها. وهقول لك كمان في نهاية الفيديو على شوية نصايح واخطاء الناس بتقع فيها اول ما تبدأ، وبتخسر طبعا بسببها فلوس كتير. فعايزك تكمل معايا الفيديو للآخر وتمسك ورقة وقلم، وإن شاء الله هديك الخطة كاملة وعشان تبدأ تطبق. عشان ما نطولش في المقدمة بتاعتنا، بعد ما فتحنا أكاونت الفيسبوك بتاعنا ودخلنا على مدير الإعلانات واخترنا الحساب الإعلاني اللي احنا هنعمل منه الحملة بتاعتنا، بنضغط هنا على إنشاء. أول ما بنضغط على إنشاء الحملة بتاعتنا، طبعا إحنا لازم في البداية بيكون رابطين طريقة دفع بالحساب الإعلاني بتاعنا زي ما إحنا اتعلمنا في الفيديو اللي إحنا شرحناه قبل كده. فبندخل على إنشاء عشان نبدأ الحملة بتاعتنا. بيجيب لي هنا أهداف الحملة الإعلانية بتاعتك على الفيسبوك. طيب، أهداف الحملة الإعلانية على الفيسبوك دول 6 أهداف، أنا هشرحهم لك كده باختصار، وهعمل معاك حملة دلوقتي بهدف التفاعل. لو جينا اتكلمنا على الهدف الأول اللي هو هدف الوعي، هدف الوعي ده أو الأورنس ده الهدف اللي بيخلي ناس كتير تشوف الإعلان بتاعك، يعني الوعي بالعلامة التجارية بتاعتك. مش شرط يعملوا لايك أو يعلقوا عندك، بس المهم يعرفوا إن أنت موجود. فلو أنت بتأسس براند جديد وعايز الناس تبدأ تعرف اسمك وشكلك، فأنت في الحالة دي بتختار هدف الحملة الإعلانية بتاعتك الوعي، عشان تقدر توصل بالبراند بتاعك لأكبر عدد من الناس. المهم إن الناس تشوف البراند بتاعك. لو انت عامل مثلا ريبراندنج، يعني مغير الشعار بتاعك او الهويه، وعايز الناس تبدا تلاحظ التغيير ده، فانت بتعمل اعلان برضو من خلال الوعي. لو انت بتروج لايفنت، لحدث معين مثلا، وعايز توصل لاكبر عدد من الناس، ففي الحاله دي انت بتعمل اعلان. هدف الحمله بتاعتك بيكون الوعي. يبقى الهدف الاول الوعي، ده بيكون الهدف الاساسي منه ان الناس تشوف الاعلان بتاعك، ما يتفاعلوش مع الاعلان بتاعك، بس يعرفوا اسم البراند بتاعك. طيب، ده الهدف الاول. الهدف الثاني عندنا في من أهداف الحملات الإعلانية على الفيسبوك اللي هو هدف الزيارات. هدف الزيارات أو ترافيك ده الهدف اللي بيخلي الناس يضغطوا على لينك معين أنت بتحطه في الحملة الإعلانية بتاعتك، سواء كان اللينك ده موقع إلكتروني أو صفحة هبوط أو منتج أو رابط يوتيوب أو لينك فيديو معين. فأنت بتحول أو بتخلي الناس دي تضغط على اللينك ده عشان تحولهم من الفيسبوك لمكان تاني. وغالبا في الاعلان ده انت بتحط السي تي اي اللي هو كول تو اكشن، اللي هو بيبقى زرار في نهايه الاعلان بتاعك بتطلب من العميل ان هو ياخد الكول تو اكشن اللي انت بتحدده له. يعني مثلا وليكن بتكتب له في اخر الاعلان كده مشاهده الان، بحيث ان هو يضغط على الزرار ده يتحوله على طول على اللينك بتاع الفيديو اللي انت عايزه يشاهده. بنستخدم هدف الزيارات ده امتى؟ بتستخدمه لو انت عندك موقع الكتروني او مدونة وعايز تزود الترافيك، عايز تزود الزيارات للموقع ده، او عايز تزود الزيارات للمدونة. لو انت بتسوق لكورس او منتج على موقع خارجي وعايز ناس كتير تشوف الكورس بتاعك او تضغط على اللينك اللي هيوصلهم بالكورس بتاعك، فبتستخدم هنا اعلان بهدف الزيارات. لو انت بتبني جمهور عن طريق البيكسل وعايز الناس تدخل على صفحة معينة انت بتربطها بالمدير الحسابات الإعلانية بتاعك عن طريق البيكسل، وعايز الناس تدخل على الصفحة دي، ففي الحالة دي برضو انت بتستخدم حملة إعلانية بهدف الزيارات. مثال، مثلا لو أنت عندك مدونة بتتكلم عن الصحة وبتنزل مقالات فيها بشكل يومي، فبيعملوا إعلان، فأنت بتعمل إعلان ترافيك عشان الناس تدخل تقرأ المقالات بتاعتك دي
كل يوم. ده الهدف الثاني اللي هو هدف الزيارات. الهدف الرابع اللي هو هدف العملاء المحتملون. هدف العملاء المحتملون او الليد جينيريشن ده الهدف اللي بيخلي الناس تسجل بياناتها من غير ما يخرجوا من الفيسبوك. يعني انت بتجمع داتا العميل كامله زي الاسم، الايميل، الموبايل طبعا، وانت بتحدد الداتا اللي انت عايز العميل ده يملاها لك بحيث ان هي تجي لك على فايل اكسل مثلا وتحمله من مدير الاعلانات بتاعك. فانت بتطلب من العميل البيانات دي وهو بيملاها لك، وبيجي لك في الفايل ده عشان تكلم العميل، عشان تبعت له عرض، او عشان تسوق ليه بعدين او فيما بعد. طبعا الهدف بتاع العملاء المحتملون بيبقى غالي شوية التكلفة بتاعته، بس بيستخدم غالبا في اعلانات العقارات، في اعلانات الكورسات، بيستخدم مثلا في الاستشارات. لو انت مثلا بتسوق لخدمة زي استشارة مثلا او نادي او كورس، فانت بتعمل اعلان عملاء محتملون عشان تاخد بيانات الناس او تجمع بيانات الناس. مثال لذلك ايه برضو عشان نفهم الاعلان ده اكتر؟ لو في مدرسة لغات مثلا بتعمل اعلان وكاتبة مثلا سجل بياناتك عشان يوصلك عرض خاص على الكورسات، فانت بتلم او المدرسه دي بتلم البيانات بتاعه العملاء من جوه الحمله نفسها وتبدا تتواصل مع الناس دي. وده اعلان العملاء المحتملون. وقلنا اكثر المجالات اللي هي بتستخدم النوع ده من الاعلانات هو مجال العقارات. الاعلان اللي بعده اللي هو ترويج التطبيق او اب بروموشن. ترويج التطبيق الهدف ان هو بيوصل اعلانك للناس اللي احتمال ينزلوا التطبيق بتاعك او يضغطوا على اللينك بتاع التطبيق بتاعك. فانت لو انت عندك مثلا مطور جديد وعندك تطبيق وعايز تزود عدد تحميلات التطبيق ده من المتجر، من الاب ستور مثلا او جوجل بلاي، فانت بتحط لينك التطبيق ده في الاعلان، وبتقدر تجيب عملاء تحمل التطبيق ده من خلال الاعلان اللي هو ترويج التطبيق. لو عندك مثلا خدمة جوه التطبيق وعايز تزود عدد المستخدمين للخدمة دي، مثال عملي لذلك لو في تطبيق جديد مثلا وليكن زي تطبيق اوبر مثلا بيعمل حملة عشان الناس تنزله وياخدوا خصم طبعا لأول اوردر، فده اعلان ترويج التطبيق. الاعلان اللي بعده اللي هو اعلان المبيعات، الكونفرجنس او السيلز. الهدف بتاع الاعلان ده ان هو بيركز على الناس اللي هتشتري فعلا او احتمالية الشراء بتبقى كبيرة جدا. تمام. الاعلان ده بينقسم لنوعين، في نوع اللي هو الكونفرجنس اللي هو عمليات التحويل، والحاجه الثانيه اللي هي الكتالوج سيلز او المبيعات الكتالوج. الكونفرجن اللي هو العميل اللي بيعمل اجراء زي شراء مثلا او تسجيل او تحميل، دي كلها اعلانات كونفرجن. لو كتالوج سيلز لما يكون عندك كتالوج منتجات وبيظهر تلقائيا في الاعلانات بتاعتك. فدول النوعين بتوع اهداف اللي هي المبيعات. بتستخدمه امتى؟ طيب بتستخدمه لو عندك مثلا او عندك منتجات اونلاين بتتباع، فانت تقدر تجيب ناس احتمالية الشراء بتبقى كبيرة ان هي تشتري المنتجات دي بتاعتك. ولو انت طبعا مركب فيسبوك بيكسل ومتابع احداث معينة زي الشراء او اضافة للعربة مثلا، لو انت بتشتغل في الدروب شوبينج او عندك مثلا متجر الكتروني، فتقدر تربطه بمدير الاعمال بتاعك عن طريق البيكسل وتستخدم هدف المبيعات. لو انت مثلا مثال عملي برضو، لو عندك متجر بتبيع عليه ساعات بس اونلاين، فبتعمل حملة بيع مباشرة مع تتبع المبيعات طبعا، ويكون انت رابط طبعا المتجر بتاعك ده بمدير الاعمال بتاع حسابات الفيسبوك بالبيكسل، وبتشوف قد ايه كل جنيه بيجيب لك كام عميل. طيب الهدف الثالث واللي احنا سبناه في الاخر عشان احنا هنعمل الحملة بتاعتنا من خلاله اللي هو هدف التفاعل. وهدف التفاعل ده اللي هو بيوصل اعلانك للناس اللي بيحبوا يتفاعلوا، يعني اللي بيعملوا لايك، اللي بيعملوا كومنت، اللي بيعملوا شير. فانت بتزود تفاعل على بوستات مثلا على صفحتك على الفيسبوك، او بتزود تفاعل على الصفحة او الايفنت اللي هي الاحداث. فاحنا هندخل على اعلان التفاعل عشان نبدأ الحملة بتاعتنا، وهنعمل في الفيديو بتاع النهارده اعلان تفاعل بهدف الرسائل.
طيب بنضغط هنا على متابعة. أنا هشرح لك كل حاجة جوه الإعلان، بس هقول لك إيه اللي أنت تستخدمه وإيه اللي أنت ما تستخدمهوش، عشان أنت طبعا أول مرة تعمل إعلان. فهنعمل إعلان بطريقة سهلة وبسيطة. بعد ما بنختار هدف التفاعل بتاعنا، بنختار هنا حملة إعلانية يدوية تستخدم هدف التفاعل، وده طبعا عشان أعمل الإعلان بطريقة يدوية. هنا بيقول لي اسم الحملة الإعلانية بتاعتك إيه؟ فإحنا هنسمي الحملة الإعلانية مثلا باسم المنتج اللي إحنا بنعمل عليه الإعلان بتاعنا، فهنسميها مثلا تسويق. هنا بيقول لي تفاصيل الحملة الإعلانية، نوع الشراء بيبقى مزاد، فإحنا بنسيب النوع زي ما هو مزاد. طيب هنا بيقول لي ميزانية حملة أدفانتج الإعلانية. لو أنا عايز أعمل أكتر من مجموعة إعلانية في الاعلان بتاعي دي، وعايز اصرف ميزانيه تتقسم على المجموعات الاعلانيه اللي انا هعملها، وده اللي انا هقوله لك دلوقتي. فانا هنا بحط ميزانيه، والميزانيه دي هو هيقسمها لي على المجموعات الاعلانيه اللي انا هعملها. فانا هسيبها مقفوله برضو ومش هلعب فيها. وهنا اختبارات A و B. هنا لو عايز يعمل لي اكتر من اعلان، يعني اختار اكتر من حاجة لمدة 4 ايام، وهو هيقدر يقول لي ايه هي الحاجة اللي جابت ناتج اكبر، او ايه هي اللي جابت نتائج اكتر. فبالتالي انت تقدر تستخدم الحاجة او تكمل في الحاجة اللي هي جابت نتائج اكتر، وتقفل الحاجة التانية. فبرضو احنا هنسيبها مقفولة زي ما هي، وهندخل على التالي بعدين. هيدخلني على المجموعة الإعلانية بتاعتي. طيب المجموعة الإعلانية بتاعتي هنا أول حاجة فوق في حاجة اسمها التحويل، فبيقول لي إن هدف التفاعل دي أنت تقدر تستخدم فيه حاجة من الحاجات دي، اللي هي الرسائل، أو في إعلانك، أو المكالمات، أو موقع ويب، أو تطبيق، أو فيسبوك، أو انستجرام. طيب لو جينا بصينا على في اعلانك دي، انا بضغط عليها في حالة ان انا عايز ازود المشاهدات على الفيديو، او تفاعل على منشور معين على صفحتي على الفيسبوك. يعني في فيديو معين انا عايز ازود مشاهدات عليه، او منشور معين انا عايز ازود كومنتات ولايكات، ففي الحالة دي انا بختار في اعلانك. المكالمات، لو انا عايز تجيلي مكالمات كتير عن طريق الاعلان الممول اللي انا بعمله دي. موقع الويب، ده في حالة إن أنا عايز الناس تتفاعل معايا على لينك الموقع الويب اللي أنا هدخله في الإعلان بتاعي. التطبيق برضو، لو أنا عايز الناس تتفاعل مع التطبيق بتاعي. انستجرام أو فيسبوك، ده لو أنا عايز أزود متابعين الصفحة بتاعتي على الفيسبوك، أو الملف الشخصي بتاعي على الانستجرام. فاحنا خلينا نكمل ونقول إن احنا هنعمل إعلان بهدف الرسائل. بتيجي هنا في حاجة اسمها وجهات الرسائل، بتختار انت الرسائل عايزها تجي لك فين. عايزها تجي لك على الماسنجر، ولا الانستجرام، ولا الواتساب، ولا التلاتة، ولا هتختار 2 من ال3. فانت ليك الحرية الكاملة طبعا ان انت تختار الرسائل تجي لك فين. فطبعا احنا هنسيبها هنا على الماسنجر، لان احنا مش رابطين في الحساب او في الصفحة دي حساب انستجرام او حساب واتساب. طيب في حاجة هنا اسمها هدف الأداء. هدف الأداء هنا أنا بسيب الاختيار زي ما هو، عدد المحادثات إلى أقصى حد. يعني أنا عايز إيه من الإعلان دي؟ أنا عايز محادثات كتير، إنما مش عايز زيادة نقرات على الرابط. في الحالة دي هو هيجيب لك بس ناس تنقر على الرابط، بس مش هيجيب لك كمية محادثات لأقصى حد، أو أكتر كمية محادثات هو يقدر يجيبها لك. طيب هننزل تحت شوية كده، هنلاقي حاجة اسمها التحكم في عرض الأسعار. يعني إيه التحكم في عرض الأسعار؟ التحكم في عرض الأسعار، فيسبوك بيشتغل بنظام اسمه نظام المزايدة. نظام المزايدة ده يعني أنت لما بتيجي تعمل إعلان وبتتنافس مع معلنين تانيين، فمين إعلانه اللي بيتعرض قدام الجمهور، وده طبعا بيحصل أوتوماتيك على حسب عرض السعر بتاعك. فعرض السعر ببساطة هو أعلى مبلغ أنت مستعد تدفعه عشان فيسبوك يحقق لك نتيجة معينة. طيب أفهمك. يعني أنا دلوقتي الإعلان بتاعي ده عامله بهدف الرسائل، يعني أنا فيسبوك هيحاسبني على كل رسالة تجيلي. فكل رسالة تجيلي دي اسمها النقرة، أو النتيجة بتاعتي. النتيجة بتاعتي عبارة عن رسالة. لو أنا كنت عامل إعلان متابعات، فكل عميل
هيضغط على متابعة أو لايك، في الحالة دي هي دي هتبقى النتيجة بتاعتي. فالنتيجة بتاعتنا في الإعلان دي هي الرسالة. فأنت هنا لو أنت كنت عملت إعلانات كتير قبل كده، في الحالة دي ممكن لو أنت عايز تختارها يدوي تقول له مثلا أنا عايز الرسالة اللي هتجيلي ما تزيدش عن 10 جنيه. ده اسمه التحكم اليدوي في العرض. فأنت هنا بتقول للفيسبوك أنا مش هدفع أكتر من 10 جنيه مقابل الرسالة الواحدة. تمام. يبقى انت لو انت عايز تعمل عرض الاسعار بتاعك كده وبتحط له هنا سعر للرساله، بحيث ان هو مش هيجيب لك رساله اغلى من السعر ده. فطبعا احنا عشان اول مره نعمل اعلان وما عملناش اعلانات قبل كده، فاحنا بنسيب التحكم في عرض الاسعار زي ما هو. انا قلت لك ان انا هوضح لك كل حاجه، بس هقول لك تعمل ايه في الاخر. طيب هنيجي تحت على اهم حاجه في الاعلان بتاعنا، وهي الميزانيه والجدول الزمني. بالنسبة للميزانية بتاعتنا، في نوعين من الميزانية، في الميزانية اليومية وفي ميزانية الحملة كلها. لو احنا اخترنا ميزانية الحملة كلها، ففي الحالة دي احنا بنحدد له تاريخ بدء للحملة وتاريخ انتهاء، وبحدد له سعر معين للحملة. يعني انا عايز اقول له ان من 26 مايو لحد 26 يونيو، يعني في خلال الشهر ده اصرف لي مثلا وليكن 10,000 جنيه. ال 10,000 جنيه دي هو هيقسمها على الشهر ده كله. هيقسمها ازاي؟ هيقسمها ان كل يوم هيصرف مبلغ معين، وممكن يوم يزيد عن يوم على حسب الناتج بتاع الاعلان في اليوم ده. يعني الايام اللي هيبقى فيه عدد عملاء اكبر، او هو يقدر يصرف اكتر عشان يجيب عدد عملاء اكبر، المهم ان هو في الاخر هيقسم لي ال 10,000 جنيه دي على الشهر اللي انا حددته له. في حاجة هنا تحت اسمها جدولة عرض الإعلان أو جدولة الميزانية الأول. جدولة الميزانية دي انت بتحدد له هنا مثلا ايام معينة، بحيث الايام دي هي اللي هيشتغل فيها الاعلان، وممكن تحدد له وقت معين برضه. طبعا الكلام ده كله احنا مش هنعمل فيه حاجة، بس انا بوضح لك ان احنا ممكن نستخدمه ازاي. النوع الثاني من الميزانية اللي هي الميزانية اليومية، وده طبعا اللي أنا بفضل أستخدمه دايما. أنا هنا بحدد له ميزانية يومية، يعني أنا بقول له اليوم الواحد اصرف لي فيه 300 جنيه، ما تزودش عن ال 300 جنيه وما تقللش عن ال 300 جنيه. وبحدد له هنا تعيين تاريخ انتهاء لو أنا عايز. يعني لو أنا عايز أقول له اشتغل بالميزانية اليومية دي من يوم 26 مايو لحد يوم مثلا 26 يونيو، يبقى هو هيشتغل في خلال الشهر ده، او خلينا نخليها ايه، خلينا نخليها 31 مايو. يعني انا عايز اقول له اشتغل لي هنا، انا عايز اقول له اشتغل لي من يوم 26 مايو لحد 31 مايو. يعني انا كده هشتغل 26 و27 و28 و29 و30 و31، دول 6 ايام. انا عايز اقول له ان كل يوم في الست ايام دول تصرف لي فيه 300 جنيه، يعني هتصرف لي 1800 جنيه في خلال الست ايام دول. طيب لو انا عايز اخلي ايام معينة تزيد وايام معينة تقل، بضغط هنا على جدولة الميزانية، وبحدد له مثلا الوقت اللي انا عايزه او اليوم اللي انا عايزه. انا عايز مثلا من يوم 27 مايو لحد يوم 28 مايو اخلي الميزانية بتاعتي تزيد بنسبة 45 جنيه عن باقي الايام، او بنسبة مثلا 50 جنيه عن باقي الايام. انا بستخدم الحالة دي في ايه؟ بستخدم الحالة دي لو انا مثلا عامل اعلان لمدة شهر، فانا عارف ان المنتج بتاعي او الخدمه بتاعتي في مثلا يومين في الاسبوع او 3 ايام من كل اسبوع العملاء بتاعتي الاعلان بيبدا ينتشر بشكل افضل، والعملاء بتاعتي بتستخدم المنصه بتاعه الفيسبوك في الوقت ده. فالفيسبوك يقدر يجيب لي عدد اكبر من العملاء لو انا صرفت اكتر. ففي الحاله دي انا بقول له مثلا من يوم 27 ليوم 28 انا عايز مثلا الميزانيه بتاعتي تزيد 50 جنيه عن باقي الايام. ده مش الميزانيه بتاعه الفتره اللي انا محددها، لا دي الميزانيه اللي هتزيد في خلال الايام دي. طب انا حددت مثلا كده يومين في اسبوع، عايز الاسبوع اللي بعده، بضيف هنا برضو فترة زمنية أخرى وأروح للأسبوع اللي بعده وأشوف إيه تواريخ الأيام اللي أنا عايزها والساعة بالظبط، وأحدد له برضو الميزانية اللي أنا عايز أزودها في الأيام دي. دي اسمها جدولة الميزانية.
يعني أنا عايز فترات معينة في الإعلان بتاعي أزود فيها الميزانية أو أقلل فيها الميزانية. طيب، احنا هنلغي طبعا جدولة الميزانية. احنا كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنختار الميزانية اليومية ونحط سعر مناسب للمنتج او الخدمة بتاعتنا، وطبعا السعر المفروض ما يقلش في الاول عن 400 جنيه يوميا. طبعا لو انت بتشتغل بس في مجال زي مجال العقارات او بتستخدم هدف حملة تاني زي الهدف بتاع مثلا الاعلان العملاء المحتملون، فطبعا السعر بتاعك هنا هيزيد. حاجة زي العقارات المفروض ان انت ما تقلش عن 1000 جنيه طبعا يوميا، فاحنا هنسيبها 400 جنيه وهننزل تحت هنا كده لحاجة تانية ومهمة اسمها الجمهور. يعني بعد ما أنا حددت الميزانية بتاعة الإعلان بتاعي، بحدد بقى الجمهور اللي أنا عايز أستهدفه. هنا بيقول لي في حاجة اسمها استخدام جمهور محفوظ. لو أنا عملت إعلان ممول قبل كده وحفظت الجمهور بتاعي، يعني بص بعد ما أنا أحط هنا البيانات بتاعت الجمهور في حاجة تحت اسمها حفظ الجمهور. فأنا عشان ما أحطش كل شوية نفس البيانات، وأنا أصلا بعمل إعلانات لنفس الجمهور والإعلانات بتجيب معايا نتائج كويسة، في الحالة دي بعد ما أحط البيانات بتاعت الجمهور بضغط هنا على حفظ الجمهور. بالتالي لما أجي أعمل إعلان مرة تانية بضغط هنا على استخدام جمهور محفوظ، وهيجيب لي طبعا اسم الجمهور زي ما انا سميته، واقدر انزله على طول في الاعلان الممول بتاعي. طيب باجي هنا عشان استهدف الموقع. خلينا ان احنا هنعمل الجمهور بتاعنا بطريقة يدوية لان احنا اول مرة نعمل اعلان ممول على الفيسبوك. هنا بيقول لي انت هتستهدف ايه؟ فهنا مثلا هنستهدف دولة مصر. طيب انا عايز استهدف محافظة معينة في مصر او مكان معين. ففي الحالة دي انا في اكتر من طريقة. يعني مثلا انا عايز استهدف محافظة القاهرة، فبكتب هنا القاهرة وهيجيب لي هنا حاجة اسمها القاهرة، هيجيب لي حاجة اسمها كايرو جوفرنيت اللي هي محافظة القاهرة، فبضغط عليها كده. كده هو استهدف لي هنا محافظة القاهرة. وأقدر طبعا أوسع الدايرة بتاعة محافظة القاهرة، أقدر أزود النطاق بتاعي بحيث إن هو يبقى محافظة القاهرة والأماكن اللي حواليها. أقدر أزوده 40 كيلو متر، 50، 60 لحد 73 زي ما أنا عايز. دي الطريقة الأولى. طيب الطريقة التانية أنا طبعا هعمل هنا حذف للي أنا حددتها اللي هي القاهرة. الطريقة التانية إن أنا ممكن أضغط هنا على إفلات دبوس، وآخد الدبوس بتاعي ده وأضغط بيه على المكان اللي أنا عايزه. أنا مثلا عايز أستهدف وليكن الشيخ زايد، فباجي هنا عند الشيخ زايد على النقطة دي وأضغط على الدبوس. كده أنا استهدفت منطقة الشيخ زايد. ده لو أنا عايز أستهدف منطقة معينة وما بتجيش عندي بسرعة هنا في البحث. واقدر طبعا زي ما احنا قلنا اوسع واقلل زي ما انا عايز. وانا طبعا اقدر برضو اضيف اكتر من دبوس. يعني انا استهدفت الشيخ زايد، عايز استهدف معاه حلوان مثلا، فبضغط هنا على افلات دبوس واضغط هنا على النقطة بتاعة حلوان. كده انا استهدفت حلوان واستهدفت الشيخ زايد. بس طبعا دي حاجة انا ما بفضلهاش ان انت تستهدف اماكن كتير بالشكل ده. فانت بتستهدف محافظتين مثلا معينين، وتقدر تزود القطر بتاعك زي ما انت عايز بتاع الدائرة. فخلينا ان احنا مثلا هنستهدف مصر كلها. احنا بنعمل اعلان دلوقتي هنستهدف فيه المهتمين بالتسويق، فاحنا مش محتاجين منطقة معينة. احنا هنحتاج منطقة معينة لو احنا معانا محل مثلا او معانا مكان معين بنعلن عنه، فمضطرين ان احنا نستهدف المكان ده. فهنكتب هنا مصر ونختار مصر. طيب بعد ما اخترنا مصر بننزل تحت كده وبنلاقي جمهور باستخدام ادفانتج، وبنضغط على اقتراح جمهور. فهنا في حاجة هنا اسمها إنشاء جمهور جديد. إنشاء جمهور جديد دي عشان تبقى عارف لو أنت عايز تعمل جمهور مخصص أو جمهور مشابه. وهتلاقي الجماهير دي أنا شرحت بالتفصيل إزاي ننشأها في فيديوهات جوه الكورس بتاع الإعلانات الممولة على الفيسبوك بتاعنا على قناة اليوتيوب.
هتلاقي انا شارح ازاي نعمل جمهور مخصص وازاي نعمل جمهور مشابه. وباختصار الجمهور المخصص، لو انا مثلا عملت اعلانات ممولة قبل كده على صفحتي على الفيسبوك وفي ناس تفاعلت معايا، فانا عايز الناس دي كلها المها في جمهور مخصص واستهدفها تاني باعلان جديد او خدمة جديدة او منتج جديد، فاقدر اعمل لها جمهور مخصص عن طريق الجماهير هنا، وبعدين اقدر اجيب الجمهور من هنا من الجماهير المخصصة واقدر استهدفه. والجمهور المشابه، لو انا عندي جمهور مخصص بالفعل انا انشأته قبل كده وعايز ناس مشابهة للجمهور المخصص بتاعي، فاقدر برضو اعمل جمهور مشابه من هنا. خلينا ان احنا مش هنختار جمهور مخصص ولا جمهور مشابه ولا طبعا جمهور محفوظ. يبقى هنكتب هنا العمر بتاعنا بتاع العميل، وده طبعا بيبقى على حسب المجال او المنتج او الخدمة بتاعتك اللي انت بتقدمها. فهنختار مثلا العميل بتاعنا يكون من سن 24 لحد سن مثلا 60. وبنختار هنا الجنس بتاع العميل اللي هو كل الفئات الجنسية. وبنيجي هنا في الاستهداف التفصيلي. الاستهداف التفصيلي ده لو انت اول مرة بتعمل اعلان ولسه ما تعرفش تستهدف العميل بتاعك ازاي وازاي، وايه هي الكلمات اللي انت تكتبها عشان تجيب العميل الصح، فانصحك ان انت ما تحطش اي استهداف خالص. فهو بناء على الصفحة بتاعتك بتاعت الفيسبوك والفئة بتاعت الصفحة بتاعتك والاعلان اللي انت حاطه، سواء كان ديزاين او صورة او فيديو او غيره، فهو بناء على كده وبناء على حاجات كتير واعدادات في الصفحة بتاعتك هو هيقدر يوصلك للجمهور الصح بتاعك اللي انت بتستهدفه. انما لو انت كتبت حاجة هنا وهي مش موجودة في الجمهور بتاعك او انت غلطت فيها، يبقى في الحالة دي انت هتشتت الالجوريزم بتاع الفيسبوك. فانت لو مش هتعرف تكتب استهداف صح لحد ما بتتعلم وانت بتعمل اعلان لاول مرة، فما تكتبش حاجة، سيبها زي ما هي، والفيسبوك هيوصلك للجمهور المهتم بالمنتج او الخدمة بتاعتك. طيب لو انت بتعرف تكتب استهداف كويس، يبقى في الحالة دي انا بقول لك ما تكتبش استهدافات كتير. يعني استهدف مثلا اكتب استهدافين او ثلاثة او اربعة بالكتير. فهنكتب هنا مثلا التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي، وهنكتب مثلا وكالة اعلانات. يعني احنا كده اخترنا هنا استهدافين. يبقى احنا كده عملنا الجمهور بتاعنا. الجمهور بتاعنا بيبقى او بيحتوي على المكان اللي انت هتستهدفه والعمر بتاع العميل والنوع بتاع العميل والاهتمامات او الاستهداف التفصيلي بتاع العميل. احنا قلنا قبل كده طبعا ان احنا نقدر نعمل حفظ الجمهور من هنا عشان نقدر نستهدفه المرة الجاية. طيب هنيجي بعدين على حاجة تانية اسمها المواضع. دي المواضع اللي بيظهر فيها الإعلان بتاعك. انت عموما هتسيبها زي ما هي، بس انا برضو هعرفك انت تستخدمها ازاي زي ما احنا اتفقنا قبل كده. هنا في مواضع ادفانتج، ودي اللي احنا هنسيبها المفروض ادفانتج زي ما هي، وفي المواضع اليدوية اللي انت تقدر تحددها بإيدك. فلو انت ضغطت على المواضع اليدوية هيقول لك هنا ان المنصات اللي هيظهر عليها الاعلان بتاعك فيسبوك وانستجرام واودينس نتورك والماسنجر. لو انت هتعمل اعلان مثلا هتستهدف مكان خارجي بس، يبقى انت هتشيل الفيسبوك والانستجرام والماسنجر وتسيب الاودينس نتورك. لو انت هتستهدف الانستجرام بس فانت هتشيل الثلاثة دول. فانت هتسيبها كده زي ما هي، وهو الفيسبوك هيوصل اعلانك او هيحط اعلانك في الاماكن اللي المفروض يظهر فيها. طيب هنا هتلاقي طبعا المواضع بتاعت كل حاجة. يعني هتلاقي موجز الملف الشخصي بتاع الفيسبوك، موجز انستجرام، موجز الملف الشخصي على انستجرام. هتلاقي حاجات كتير جدا، والقصص والريلز والاعلانات المضمنة في المحتوى. كل الكلام ده كله انت تقدر تلغي اي حاجة بان انت بتشيل علامة الصح اللي قدامها، وتقدر تسيب الاعلان يظهر في المكان ده بان انت بتسيب علامة الصح اللي قدامها. كل الكلام ده انت تقدر تعمله بشكل يدوي. فخلينا برضو نرجع نقول تاني ان انت اول مرة تعمل اعلان فمش هتستخدم الاداة دي خالص. يبقى هتسيب المواضع بتاعتك ادفانتج اللي هي المواضع الموصى بها، اللي هو الفيسبوك هو اللي هيحدد لك المكان اللي انت هتظهر فيه. طيب
هننزل تحت شوية كده، لو ضغطنا على عرض خيارات إضافية هنلاقي في حاجة اسمها أمان العلامة التجارية وملائمتها. يعني إيه أمان العلامة التجارية وملائمتها؟ أمان العلامة التجارية دي جزء من إعدادات الإعلان اللي بيخليك تتحكم في الأماكن اللي ممكن إعلانك يظهر فيها، عشان ما يتعرضش مثلا جنب محتوى مش مناسب أو يضر الصورة بتاعت البراند بتاعك. يعني تخيل إن الإعلان بتاعك بيظهر جنب فيديو مثلا عنف أو موضوع سياسي حساس، ده طبعا بيقلل ثقة الناس في البراند بتاعك وبيسبب أحيانا مشاكل. فدي اسمها أمان العلامة التجارية. أمان العلامة التجارية دي بيبقى فيها أكتر من حاجة. أول حاجة فلتر المخزون. يعني إيه فلتر المخزون؟ فلتر المخزون ده اللي هو بيحدد مستوى المحتوى اللي إعلاناتك ممكن تظهر حواليه. مستوى المحتوى اللي إعلاناتك ممكن تظهر حواليه ده في ثلاث حاجات: في مخزون موسع ومخزون متوسط ومخزون محدد. يعني انت بتحدد هنا هو ايه المحتوى اللي اعلاناتك ممكن تظهر حواليه. يعني مثلا المخزون الكامل ده او المخزون الموسع. المخزون الموسع ده بيقول لك ان اعلاناتك هتظهر في اي مكان، حتى لو المكان ده فيه محتوى فيه عنف او فيه الفاظ خارجة، فهو برضو هيحط الاعلان بتاعك في اي مكان يلاقيه قدامه. ده هيبقى مناسب بس في حالة إن المحتوى اللي حوالين الإعلان مش فارق معاك خالص، فطبعا إحنا مش بننصح بيه خالص. إحنا المفروض الإعداد التلقائي بتاعنا اللي هو المخزون المتوسط. المخزون المتوسط أو المخزون القياسي ده معناها إيه؟ ده الإعداد الافتراضي اللي هو بيمنع ظهور إعلانك جنب محتوى فيه حاجات حساسة، بس مش بشكل مشدد قوي. يعني ما بتبقاش فيه اللي هو العنف الشديد أو الألفاظ أو الكلام ده أو الإعلانات بتاعت السياسة فالمحتوى بتاعك مش هيظهر في الأماكن دي بشكل متوسط. فده بيبقى مناسب لمعظم الأنشطة التجارية. فلو أنت بتبدأ جديد أو مش بتبدأ جديد، فأنت هتخلي الخيار الافتراضي بتاعك دايما اللي هو المخزون المتوسط. ثالث حاجة اللي هو المخزون المحدود. هنا بقى انت بتحدد له بقى. الفيسبوك هنا بيشدد اكتر، بيمنع ان الاعلان بتاعك يظهر تماما جنب اي محتوى مش مناسب او حساس. ده بنستخدمه امتى؟ ده تستخدمه مثلا البراندات الكبيرة، او لو حد بيسوق لحاجة خاصة بالاطفال مثلا، منتجات حساسة مثلا. ففي الحالة دي طبعا يعني الأطفال هي اللي هتشوف المحتوى بتاعك، فأنت ما ينفعش تحط أي إعلانات أو الإعلان بتاعك ما يظهرش جنب أي محتوى مش مناسب أو حساس. ده باختصار كان فلتر المخزون. أنا شرحته لك بالتفصيل إحنا بنعمله إزاي، بس إحنا هنختار هنا المخزون المتوسط. هنيجي تحت هنا في الحاجة التانية في أمان العلامة التجارية اسمها قوائم حظر الناشرين. يعني إيه قوائم حظر الناشرين؟ قوائم حظر الناشرين دي قائمة بتقدر تضيف فيها مواقع أو تطبيقات أو صفحات ما ينفعش إعلانك يظهر فيها. يعني أنت هنا بتدخل على إنشاء قائمة حظر للناشرين، فأنت هنا بتحدد له مواقع معينة أو صفحات معينة مثلا بتاعة منافسين انت مش عايز الاعلان بتاعك يظهر عندهم، او تطبيقات معينه. في حاله مثلا ان موقع اخباري دايما بينشر شائعات او عنده مثلا محتوى سياسي مش عاجبك، فانت بتضيفه في القائمه دي عشان الاعلان بتاعك ما يظهرش عنده. بتستخدم الاداه دي ازاي؟ بعد ما بتفتحها بالطريقه دي بتضغط على انشاء قائمه حظر ناشرين، وبتحمل من هنا النموذج اللي انت بتحط له فيه اللينكات دي. فهو بتفتح النموذج بيبقى بصيغه CSV هنا، وبتحط له بالطريقه اللي هو كاتبها لك نفس الصيغه دي. يعني انت لو انت عايز تمنع صفحه فيسبوك ان الاعلان بتاعك يظهر عندها، بتحط هنا لينك الصفحه بالطريقه دي. لو موقع الكتروني بيكون بالطريقه دي. لو لينك مثلا بتاع تطبيق فبيبقى بالطريقه دي. فبعد ما بتحط المواقع بتاعتك كلها او الصفحات او التطبيقات، بترجع تحمل الملف دي تاني هنا عن طريق اختيار ملف من جهازك، وبتحمل الملف بتاعك وتضغط على تحميل. وكده هو مش هيظهر اعلانك في الاماكن اللي انت حددتها له دي،
وهو بيقول لك هنا طبعا ان انت تقدر تحط لحد 10,000 سطر. تمام. دي بالنسبة لإنشاء قائمة حظر ناشرين. انت طبعا اكيد مش هتستخدمها لو انت لسه بتبدأ جديد. الحاجة اللي بعدها اسمها استبعادات أنواع المحتوى. يعني إيه استبعادات أنواع المحتوى؟ دي حاجة بتسمح لك إن المحتوى بتاعك، أو بتستبعد نوع معين من المحتوى إن هو يظهر فيه إعلانك، زي مثلا البث المباشر، أو محتوى للكبار، أو فيديوهات مضمنة، أو مقالات سريعة، فيديوهات داخلية مثلا. أنت مش عايز إعلانك يظهر في الفيديوهات المباشرة، أو محتوى مثلا فيه لقطات للكبار، أو مواضيع سياسية، فانت بتقدر تستبعدهم. ده طبعا مفيد برضو لو براندك بيكون موجه للاطفال، او انت عايز تحافظ على صورة نقية للعلامة التجارية بتاعتك. ده كان باختصار شرح امان العلامة التجارية وملائمتها، اللي انت مش هتدخل عليها اصلا ولا هتعمل فيها حاجة، بس انت تدخل على فلتر المخزون وتخليه هنا مخزون متوسط لو هو كان مخزون موسع. كده يبقى احنا خلصنا المجموعة الإعلانية بتاعتنا، اللي هي الصفحة الثانية بتاعتنا في الإعلان الممول. هندخل على ثالث حاجة وهي الإعلان. بنضغط هنا على التالي ونبدأ نحط الإعلان بتاعنا اللي احنا هنعلن عنه. طيب هنا بيقول لي اسم الإعلان بتاعك إيه، فاحنا هنا هنقول له تسويق بصورة مثلا. في حاجة هنا اسمها إعلان شراكة. إعلان شراكة لو أنت طبعا هتشارك منشور تاني معاك في الإعلان بتاعك، أو هتشارك صفحة تاني يعني في هوية شخص تاني هيدخل معاك في الإعلان بتاعك، طبعا أنت مش هتضغط عليها، هتسيبها زي ما هي. وبتنزل تحت هنا، طبعا هنا بيقول لي تحديد حساب انستجرام لو انت عايز تضيف انستجرام، بس احنا طبعا مش ضايفين انستجرام للصفحة، فبالتالي الاعلان بتاعنا هيظهر على صفحة الفيسبوك بس. هنا اعدادات الاعلان او اعداد الاعلان. اعداد الاعلان هنا هتلاقي حاجتين، في حاجه اسمها انشاء اعلان، وفي استخدام منشور حالي. انشاء اعلان دي اللي احنا بنسميها الدارك اد، اللي هو ان انت هتنشئ الاعلان بتاعك من هنا، من مدير الاعلانات، من الاعلان الممول بتاعك. فانت عن طريق انشاء اعلان هنا بتضغط عليها كده، وبتضغط على اعداد التصميم، فبيقول لك الاعلان بتاعك مثلا هيكون صوره ولا فيديو. فانت مثلا بتختار وليكن صوره، وبيقول لك حمل الصوره بتاعتك لو هي موجوده هنا طبعا في مدير الاعلانات، فبتضغط عليها كده وبتضغط على التالي. وهنا بيقول لك لو انت عايز تظبط الصوره بتاعتك وتقصها زي ما انت عايز، فبتضغط على التالي، وبتحط هنا النص بتاع الاعلان بتاعك. وهنا الدعوة لاتخاذ إجراء، اللي هو الإجراء اللي بيظهر في الإعلان بتاعك على الصورة من تحت كده، إرسال رسالة أو حجز الآن أو أيا كان أنت عايز يكون إيه، فإحنا هنخليه إرسال رسالة، ونضغط على التالي. ودي طبعا التحسينات أنت بتفعلها دايما، هو بيحسن الصورة بتاعتك عشان تظهر بأعلى جودة ممكن العميل يشوفها ويقدر يتفاعل مع الإعلان بتاعك. بعدين بنضغط على تم. كده إحنا عملنا إعلان بتاعنا عبارة عن صورة. طيب إحنا طبعا ما كتبناش نص هنا، فخلينا نكتب أي نص هنا أهو. يبقى احنا كده حطينا نص للإعلان بتاعنا، وادي الصورة، وادي الزرار بتاع الإجراء، أو الإجراء اللي احنا اخترناه اللي هو إرسال رسالة، بحيث إن العميل أول ما يضغط على إرسال رسالة يحوله على طول على الماسنجر بتاع الصفحة. طيب أنا عايز أجرب إعلانين، يعني أنا عايز أعمل إعلان بصورة وعايز أعمل إعلان بفيديو. فأنا عشان أشوف الفيسبوك، أو أشوف إيه الإعلان اللي هيجيب نتائج أكتر معايا وأخليه هو يستمر، ففي الحالة دي أنا بضغط هنا على الإعلان بتاعي على تسويق بصورة هنا، واضغط على تكرار. كده هو عمل لي إعلان تاني، بس هو عمله لي هنا بصورة. طبعا أنا هغير، فأنا هسمي ده مثلا تسويق بفيديو. يبقى احنا كده عملنا اعلانين، ودي انا بفضلها جدا. يعني دايما لما تيجي تعمل اعلان لمنتج انت بتبيعه، هو من الافضل طبعا لمعظم المنتجات الفيديو. غالبا الفيديو هو اللي بيوصل بطريقة افضل للعميل وبيجيب تفاعلات اكتر.
فانت ممكن تختار صورة وتختار فيديو وتشوف الاعلان بتاعك ايه فيهم اللي هيجيب نتائج اكتر، وبعدين انا هقول لك ازاي تقدر توقف الاعلان التاني. طيب يبقى احنا كده الاعلان التاني تسويق بفيديو. هنيجي هنا على انشاء اعلان، وبرضو زي ما قلنا نقدر نستخدم منشور من الصفحة، ونقدر ننشئ اعلان دارك. هنضغط هنا على تحويل الى فيديو، بس ده في حالة إن إحنا عايزين نحول الصورة بتاعتنا لفيديو، إنما إحنا هنا عايزين نضيف فيديو بدال الصورة. فإحنا هنضغط هنا على حذف طبعا الإعلان دي، وهنضغط على إضافة وسائط، وهنختار هنا فيديو. طبعا أنا مفيش فيديو هنا إحنا محملينه على مدير الإعلانات بتاعنا، فبالتالي هنضغط على تحميل ونجيب أي فيديو من الجهاز بتاعنا هنا، وليكن الفيديو ده. طبعا هيبدأ يحمل الفيديو بتاعنا هنا على مدير الإعلانات. كده اهو الفيديو بتاعنا اتحمل خلاص، وبيعمل له معالجة. طبعا بعد ما خلص تحميل الفيديو بنضغط على التالي، بيقول لي هنا النص بتاع الفيديو بتاعك. بنكتب مثلا أي نص، وممكن في حاجة هنا عندنا اسمها إضافة خيار نصي. في الحالة دي أنت ممكن تكتب نص تاني وتشوف برضو، أو الفيسبوك نفسه هيشوف إيه هو النص الأفضل ويبدأ يشتغل بالنص ده، أو هو ده اللي يظهره لعدد أكبر من العملاء. تمام. بعدين الدعوة لاتخاذ إجراء، إحنا اخترنا هنا إرسال رسالة. بعدين هنا التحسينات اللي احنا اتكلمنا عليها، فاحنا قلنا ان احنا بنخليها شغالة هنا طبعا، وبنضغط على تم. طيب بعد ما حملنا الفيديو بتاعنا كده، احنا عندنا الاعلانين بتوعنا جاهزين، اللي هو تسويق بصورة وتسويق بفيديو. بننزل تحت على حاجة مهمة جدا اسمها قالب الرسالة، ودي في حالة ان انت عايز تعمل رد تلقائي على العملاء، او بتعمل اسئلة واجوبة. الناس مجرد ما تضغط على السؤال يظهر له الجواب اللي انت حطيته له. فبتضغط على تعديل القالب بتاعك دي، وبتيجي في أول حاجة هنا فوق الرسالة الترحيبية. فهنا بتكتب رسالة ترحيبية للعميل، يعني بتقول للعميل مثلا سيتم الرد عليك في خلال مثلا ساعات مثلا، او في اقرب وقت ممكن، زي ما انت عايز. وفي الاول هنا بتكون انت كاتب له مرحبا مثلا، وبتحط طابع شخصي للعميل. الطابع الشخصي ده ممكن تغيره من هنا، ممكن تخليه الاسم الاول للمستلم، او اسم العائلة اللي هو الاسم الثاني، او الاسم بالكامل، او اسم صفحة الفيسبوك بتاعه. بتيجي تحت هنا في اجراءات العميل، وهنا طبعا ممكن تضمن رقم الهاتف بحيث ان العميل يضغط عليه ويكلمك او يعمل اتصال. هنا بقى إجراءات العميل، هنا ممكن تحط أسئلة وأجوبة، يعني تحط للعميل مثلا سعر المنتج، بحيث إن العميل أول ما يضغط على السؤال ده يظهر له الرد التلقائي بتاعك، مثلا وليكن القطعة ب15 جنيه، والقطعتين مثلا ب25 جنيه. ايا كان بقى انت هتحط ايه للعميل. فانت هنا بتسهل على نفسك وبتحط اسئله واجابات، والعميل يضغط على السؤال تظهر له الإجابة. طبعا أنت هنا بيكون عندك 3 أسئلة بتعدل فيهم، وتقدر تضيف هنا سؤال زي ما أنت عايز لو عايز تضيف أسئلة زيادة. طيب في حاجة تاني غير الأسئلة المتكررة هنا هتلاقيها اسمها الأزرار. دي برضو مهمة جدا. الأزرار يعني أنت بتحط لينك للعميل او اسم زر كده، هو يضغط عليه، مجرد ما يضغط على اسم الزر ده يحوله على لينك الموقع اللي انت هتحطه له هنا. يبقى في حاجة عندنا اسمها الأسئلة المتكررة أو الأزرار، فأنت بتختار حاجة منهم زي ما أنت عايز طبعا، وبعدين بتضغط هنا على حفظ. هتلاقي إن القالب بتاعك اتحفظ معاك هنا. طبعا احنا مش هنتابع التعديل، لأن احنا ما عندناش لينك موقع هنحطه دلوقتي، أنا بجرب لك بس الأداء. كده يبقى احنا خلصنا الإعلان الممول بتاعنا خطوة بخطوة. وخليني أرجع أقوله لك كده بسرعة
بعد ما اخترنا هدف الحملة بتاعتنا اللي هو التفاعل، ما بنعملش أي حاجة في الصفحة دي تاني، وبندخل على المجموعة الإعلانية، وبنختار هنا الهدف بتاعنا اللي هو وجهات الرسائل، وبنختار المكان اللي احنا عايزين الرسائل تجيلنا عليه، وبننزل هنا على الميزانية، بنختار الميزانية اليومية وبنحدد الميزانية بتاعتنا. لو احنا عايزين الحملة دي تبقى بوقت معين، يعني تاريخ بدء وتاريخ انتهاء، فتاريخ البدء بيبقى يوم اللي انت بتعمل فيه الإعلان، وبتحط هنا تاريخ الانتهاء بتاعك، وليكن مثلا يوم 31 مايو، يبقى انت الحملة دي هتشتغل لمدة 6 ايام معاك. بعدين ما بتلعبش في اي حاجة، وبتنزل تحت هنا بتحط الموقع بتاع الموقع اللي انت عايزه، او المكان اللي انت عايز تستهدف فيه العميل، سواء كان مصر او محافظة معينة او مدينة معينة. وبننزل تحت على الجمهور بتاعك، بتحدد العمر بتاع الجمهور والجنس، وبتختار الاستهداف التفصيلي، بتكتب استهداف او 2 او 3 بس، ما تزودش عن كده. وفي حالة ان انت مش عارف تكتب الاستهداف بتاع العميل بتاعك، فبتسيبها فاضية زي ما هي، وما تقلقش، الفيسبوك هيوصلك للجمهور اللي انت عايزه، او الجمهور المهتم بالمنتج او الخدمة بتاعتك. وبتيجي هنا على فلتر المخزون، لو انت لقيتها مخزون موسع بتخليها مخزون متوسط، وبتنزل هنا وبتدخل هنا على صفحة الإعلانات، وبتعمل الإعلان بتاعك. ممكن طبعا تعمل إعلان واحد بصورة، أو إعلان واحد بفيديو، أو تعمل إعلانين، وتشوف الفيسبوك هيوصلك أو هيجيب لك نتائج من أكتر إعلان فيهم. وفي الحالة دي أنت هتستمر في الإعلان دي. وفي الآخر خالص هنا بنقدر ننشئ قالب جديد، اللي هو قالب الأسئلة والردود أو الأزرار، وبتحط الرسالة الترحيبية بتاعتك طبعا، وده اسمه الرد التلقائي في الإعلانات الممولة. في حاجة أخيرة برضو عايز أقولها لك، إن أنت هنا عامل مجموعة إعلانية واحدة ليها ميزانية تانية. أنت ممكن تضغط هنا على المجموعة الإعلانية، وتختار هنا تكرار او تكرار سريع. في الحالة دي انت كده عملت مجموعة اعلانية تانية، يعني انت عملت مجموعة فوق ومجموعة تحت. المجموعة اللي تحت دي بنفس الصورة والفيديو اللي فوق، بس انت تقدر تلعب هنا في الاستهداف، تغير الاستهداف بتاعك، تغير الموقع. يعني انت عايز تعمل الاعلان ده مثلا في مصر وفي دولة تانية، فهنا بتستهدف مصر، وهنا بتستهدف دولة تانية. او بتعمل الاعلان ده في القاهرة وفي الجيزة، ففي المجموعة الإعلانية الأولى أنت هتستهدف القاهرة، وفي المجموعة الإعلانية الثانية أنت هتستهدف هنا الجيزة. أو مثلا هتغير الميزانية، يعني المجموعة الإعلانية الأولى هتحط فيها ميزانية معينة، وتيجي في المجموعة الإعلانية الثانية هتحط ميزانية تانية. ده في حالة إن أنت تقدر تعمل مجموعة أكتر من مجموعة إعلانية في الإعلان بتاعك. وبرضه هتيجي في الآخر تشوف المجموعة الإعلانية اللي جايبة نتائج أكتر، وتخليها تكمل معاك في الحملة، وتوقف المجموعة التانية. لو جينا هنا في الأول خالص كده على الخطوة الأولى اللي هي فيها ميزانية حملة أدفانتج، أنا قلت لك هنا لو أنت حددت الميزانية من هنا من البداية، في الحالة دي هو هيقسم الميزانية اللي أنت هتحطها هنا على المجموعتين دول. لو أنت عامل مجموعتين، يعني لو أنت حاطط مثلا 200 جنيه، هو هيدي، او لو انت حاطط مثلا هنا 500 جنيه، هو هيدي 250 جنيه للمجموعة الإعلانية الأولى، و250 جنيه للمجموعة الإعلانية الثانية. يبقى احنا كده مش هنحط ميزانية داخل المجموعات الإعلانية بتاعتنا. إنما لو احنا عايزين كل مجموعة إعلانية نحط لها ميزانية معينة لوحدها، يبقى هنعمل زي ما احنا عملنا كده، وكل مجموعة إعلانية ندخل عليها هنا ونحط الميزانية الخاصة بيها. اخر حاجه برضو عايز اقولها لك، ان انت بترجع هنا بعد ما بتضغط على نشر طبعا، والاعلان بتاعك يبدا يشتغل. الاول بيتعمل له مراجعه، وبعدين بيبدا يشتغل. لو انا عايز اجي بعد يومين 3 كده اشوف المجموعه الاعلانيه بتاعتي، بضغط هنا على المجموعات الاعلانيه، وعن طريق النتائج اللي هنا بشوف طبعا ايه هي المجموعه اللي جابت نتائج اكتر. ففي الحاله دي انا اقدر اوقف واحده من الاثنين دول، او اقدر اوقف التانية زي ما انا عايز. وبرضو بدخل هنا على الحاجة التالتة اللي هي الاعلان، فبلاقي هنا ان انا عامل اعلانين هنا، فبقدر اوقف الاولاني او اوقف التاني زي ما انا عايز. يبقى احنا بعد ما بنعمل الاعلان بنتابع النتائج بعد يومين 3، بنشوف المجموعة الاعلانية اللي جايبة نتيجة اكبر ونسيبها شغالة ونوقف التانية. وكذلك الاعلان، بنشوف الاعلان اللي هيجيب نتائج اكبر سواء كان الصورة او الفيديو، ونوقف الاعلان التاني.
كده يبقى احنا شرحنا كل حاجة. لو انت لسه مبتدئ وعايز تعمل اعلان ممول بطريقة صحيحة وبخطوات سهلة، الموضوع سهل جدا، بس انا شرحت لك كل حاجة جوه في الاعلان بتاعك. عشان كده انت ممكن تكون شايف ان الموضوع كبير، لكن لو انت هتستخدم اللي انا قلت لك عليه استخدمه بس في الاول، الموضوع مش هياخد معاك وقت كبير خالص. بس انا حبيت اوضح لك كل حاجة. الحاجة الأخيرة، في شوية نصايح كده عايز أقول لك عليها، يا ريت تهتم بيها عشان هتفرق معاك. أول حاجة، أنا عايزك تجرب بميزانية، أقل ميزانية ممكنة في الأول. يعني ما تزودش الميزانية جدا في بداية أو في أول إعلان أنت تعمله. الحاجة التانية، مش عايزك تستخدم صور وفيديوهات والجودة بتاعتها ضعيفة. يعني لازم الصور والفيديوهات اللي انت هتحطها في الاعلان بتاعك لازم الجودة بتاعتها تكون قوية عشان ما تضيعش فلوس على الفاضي. لازم الفيديوهات والصور بتاعتك تكون جذابة. الحاجة الثالثة والمهمة، لازم تراقب النتائج بتاعتك يوميا وتعدل على الاعلان لو محتاج. انت هنا ممكن تضغط على الاعلان وبتضغط هنا على تعديل، وبتقدر تعدل على الإعلان، بس في حالة إن الإعلان بتاعك ده يكون شغال من خلال المتابعة بتاعتك. الحاجة الرابعة والمهمة جدا جدا، ما تحكمش على الإعلان بتاعك من أول يوم. استنى شوية. يعني المفروض إن الإعلان الممول على الفيسبوك بيمر بفترة اسمها فترة الليرنينج أو التعلم. دي بتاخد من 48 ساعة لثلاث أيام. يعني من يومين لثلاث ايام. بعد الثلاث ايام ابدا شوف النتائج واحكم على الاعلان بتاعك. مفيش اعلان ممول احنا نحكم عليه او نقدر نحكم عليه من اول يوم. فانت لازم تستنى يومين وثلاثه وبعدين تبدا تشوف الاعلان بتاعك والنتائج بتاعته ماشيه ازاي. برضو عايزك تجرب كذا نوع من الاعلانات دايما وتشوف انهي الاحسن. طبعا انت مش مضطر ان انت تعمل مجموعات اعلانيه او تعمل اكتر من اعلان او صوره وفيديو، بس ده في الاول اعمله عشان انت تشوف ايه هو الاعلان اللي هيمشي بطريقه افضل معاك، وتبدا تستمر في النوع ده من الاعلانات. لان كل منتج بتبقى ليه حاجه معينه بتنجحه، سواء كان صوره او فيديو. والحاجه الاخيره واللي هختم لك بيها الفيديو بتاعنا، نصيحه مهمه جدا انا عايز اقول لك: خليك صبور. خليك صبور على قد ما تقدر. النجاح دايما بيحتاج وقت وتجربه. فخليك صبور للآخر واشتغل صح. وأي إنسان مجتهد ربنا طبعا بيكافئه خير على الجهد اللي هو بيجتهده. وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاع عمل إعلان ممول من أول مرة بتحديثات 2025. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات أول بأول. تابعني كمان على كل منصاتي، هقدم لك شروحات مبسطة في التسويق الرقمي والإعلانات الممولة والعمل الحر. وكل يوم هتلاقي محتوى جديد هيساعدك تبدأ وتشتغل أونلاين وتروج لمنتجاتك أو خدماتك بخطوات بسيطة.